النهارده هنقارن احسن محلات بتعمل بيتزا سي رانش في مصر وبين محلات مش مشهوره بتعمل سي رانش. هل هتبقى زي طعم المحلات المشهوره ولا لا؟ فالنهارده هنقارن بيتزا تايم وبيتزا ماستر وبيتزا كينج وبريموس بيتزا. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، عليه افضل الصلاه والسلام. تدعوا لاخواتنا في غزه والسودان وجميع الدول العربيه. انا متحمس صراحه جدا ان انا ابدا الفيديو لان الريحه تحفه. انا جوعت جامد جدا. يلا بينا. تحب نبدا بايه؟ بيتزا ماستر. يلا بينا ندوق بيتزا ماستر. جاب معاها كيس كاتشب كده، تمام، وكان معاها كيس بس مش عارف راح فين. عجنتها صراحه تخينه شويه، وانا انت اللي حسب الطلب اللي انت طالبه يعني. بسم الله ندوق. العجينه حلوه. حاسس بطعم الجبنه كتير قوي. السيرانش انا مش حاسس بيه، انا حاسس بحاجه بتقرمش كده بس. او مش سيرانش، اللي هو الكابوريا او الجمبري. بص انا هقول لك انا حاسس بايه. انا حاسس بطعم الجمبري، بس جمبري صغير. جمبري صغير صح. انا مش حاطط قطع، هو حاطط حاجات صغيره. بص الجمبري صغير خالص. ايه ده الجمبري عقله في اقل من عقله. فالجمبريه صغيره شويه. طعم الجبنه واضح قوي، يعني هو في طعم جبنه. انا اول ما قطمت حسيت بطعم جبنه، عارف اللي هو جبنه قوي. والعجينه فريش جميله بصراحه. هي تخينه سنه بس هو تقريبا على حسب الطلب اللي انت طالبه. ومش حاسس طعم الكابوريا. الكابوريا اللي مربعه كده بتمط. حاجه مربعه كده بتمط. يلا بينا نجرب البيتزا تايم. بصراحه كتر خيرهم جايبين معاهم شوكه وسكينه ومناديل، حاجه تحسب لهم. جايبين كاتشب برضو. والبيتزايه الجمبريه باينه فيها، باين ان في جمبري وباين ان في كابوريا فعلا، وعليهم الصوص الرانش والجبنه في النص. بس احس ان في رده. يعني بص احس ان هو من تحت كده ولا دقيق ولا ايه ده بصراحه مش عارف. خلينا ندوق. بس حلو صراحه انك انت تبين الجمبريه، بس هي رفيعه ما شاء الله. العجينه انا بحب العجينه الرفيعه دي قوي. الجبنه رفيعه جامده جدا. يلا ندوق. الرده بقى على الموضوع. بعيدا عن الرده، هي قفلت الموضوع شويه عن انك انت بتحس انك بتاكل رده اللي هي شويه رمله يعني. بس الكابوريا والجمبري حلوه جامدين، باينين انهم حلوين. والعجينه رفيعه قوي. العجينه رفيعه فدي حاجه حلوه. بس النظافه طب ولا ايه يعني؟ مش فاهم انا. تعرف نعملها زي العشرف كده البرودكت مش عارف والله. هي حلاوتها بصراحه في ان العجينه رفيعه خالص. رفيعه وما عادي. احنا كلهم كنا ممكن نطلبهم كلهم رفيعين عادي خالص. بس هي حته الرده دي لا والصوص في صوص مالح شويه. الصوص الرانش حاجه مالحه. لا مش صوص رانش، صوص رانش عادي. انا حاسس ان في حاجه مالحه سنه. لا انا حسيتهاش. خلينا ندوق قبل كمان. صوص رانش عادي بس هي جميله، انا عجبتني يعني. ديت احسن من بيتزا ماستر. وخلينا ندوق الكابوريا كده لوحدها. هو عاوز بس يشيل رده بجد هتبقى حلوه يعني. مش عارف هو عجبتهم كلهم كده. لا لا صح. احنا طالبين حاجه ولا شكونا في نفسنا ليه كده؟ لا هي بص الاكل نضيف، مفيش زفاره في الاكل. والكابوريا حلوه والجمبري جميل. انا عجبتني جدا بصراحه. فعلا الكابوريا والجمبريه باينين جدا، طعمهم جامد جدا. وفعلا كميتهم كويسه. الثانيه مش عارف ما كانش حاطط حاجه. ودلوقتي هنجرب من بيتزا كينج. تمام. هنجرب بيتزا سي فود. تمام. والثانيه بيتزا كريسبي سي رانش. دلوقتي هندوق بيتزا سي رانش من كريسبي سي رانش من بيتزا كينج. الاثنين في العرض عاملين 200 390. الاثنين حلو. ده حجم متوسط. العجينه شكلها رفيعه. انا طالبها رفيعه. العجينه شكلها رفيعه وجميل. مش عارف ما حسيتش بطعم الرانش قوي. الرانش مش موجود كتير، بس العجينه مع حلوه صراحه. يعني العجينه مظبوطه. بص العجينه مظبوطه رفيعه. مفيش الدقيق او اللي كان موجود قبل كده في بيتزا تايم. الدقيق اللي كان موجود هناك ده مش موجود. لا ده هو ده بس مخصوص بيه. الجمبري كبير. الجمبريه كويسه بس مش حاسس بيها. مش عارف ليه مش حاسس بطعمها. يعني الجمبريه مقبوله. الجمبريه انا مش عارف ليه مش حاسس بطعمها. مش مديها تتبيله. هي مش لا انا حاسسها كويسه بصراحه. يعني انا حاسسها عامله زي الجمبري المقلي اللي بيكون في المطاعم. ماشي بس هو المفروض يبقى ليه تتبيله كده عشان تبقى ظاهره ان زي بيتزا تايم صراحه. كانت حاسس بالجمبريه والكابوريايه. كان الاثنين حاسين بيهم. بس ده جمبري كريسبي ممكن يكون باين هنا في الجمبري. ممكن الجمبري ده مقلي صح؟ مش عارف انا تقريبا ده مقلي. ده مقلي. امال ده ايه؟ مسلوق.
مسلوق وما واخد، بس هنا طعم الجبنه قليل قوي على فكره. الجبنه قليله، الجبنه قليله والسلطه كتير، مش خضار كتير، فعلا. بس الجبنه قليله. بس هنا يعني هي اذواق فعلا. طب خلينا ندوق دي كده، ممكن تكون دي احلى. دلوقتي هندوق ايه بقى؟ بيتزا في سي فود من مفيش رانش. لا مفيش رانش. انا عليها فيها بصل كتير. فيها بصل كتير فعلا بالنظر. ما انا بحب البصل عادي. عليها اللي هو كابوريا وجمبري، مش عارف في حاجه تانية ولا لا. ايه دي؟ هندوق ايه ده؟ كاليماري غالبا. ممكن. بسم الله. كده بان طعم اللي هو تحس انك بتاكل فعلا سي فود. الجمبريه واضحه، الكابوريا واضحه جدا، الجبنه مش كتيره فالطعم حلوه، وعجينته كده كده مظبوطه يعني صراحه. يعني عجينه على فكره بيتزا مصر كانت حلوه، حاسسها من احسن من دي الصراحه. ديت جميله قوي، بس فعلا نفس كلام كنت مفيش تعديل عليه. بس برضو البصل كتير، بصل كتير موت بجد. مش عارف ليه بصل كتير ده. ما بحبش البصل كتير بصراحه في الاكل، عشان ما يضيع الزفره. ما اعتقدش ان ليه علاقه. بس بصراحه فعلا يعني العجينه اللي كانت حلوه بتاع بيتزا ماستر جامد. بيتزا تايم الاكل البحريات اللي كانت فيه كانت حلوه. يلا بينا نجرب اخر بيتزا معانا. بيتزا بريموس بسعر كام؟ 165. حاجه كده. جايب مناديل ومعالق، شوك معالق، جايب الكاتشب جوه اصلا. شكله جميل قوي، شكله عظيم، شكله تحفه. انا قطع حته بتاعتي، ناخد حته في النص دي عشان شكلها فيها حته حلوه. شكلها جمدان. الجبنه مظبوطه، بس الرانش باين. وبقيت بقى اللي هي الكابوريا، اللي اسمه الجمبري، اي كائنات بحريه موجوده على البيتزا. بس عارف احلى حاجه في ايه؟ موتزاريلا. موتزاريلا روعه، ظابطه الموتزاريلا اللي فيه، لا هي فعلا جامده. لا هو بس عجبته سنه. هو ما طلب ما ده اظن ما سالناش العجينه بتاعته تخينه سنه. بس بقيه الحاجات التانية جامده فعلا، الصغار هتبقى جامده يعني فعلا. التوبنج بتاعه العجينه بتاعت البيتزا تايم صح صراحه في حته ثانيه فعلا بجد جميله قوي. يعملوا مشاركه مع بعض كده هيبقى حلو قوي. والله. ليه حاسس ان احنا عاملين فيديوهات عشان هيك؟ فعلا. جامدين جدا بصراحه. كل محل كان فعلا ليه لمسه. صح. يعني فعلا كل محل مثلا بيتزا تايم التوبنج كان تحفه، العجينه بتاعت بيتزا كان كويس، رفع العجينه بتاع بيتزا كينج كان عظيم. توبنج بقى بتاع بريموس بيتزا خيال حرفيا ودانا في حته تانية بصراحه. فعلا ترتيبهم من احسن للاقل جمال. بص عشان برضو لا ممكن، لا مش عايز اظلم بقى حد، مش حاجه، مش اكتر من هو كل حاجه عجبتني، في حاجه عجبتني فيها. فبريموس بيتزا كتوبينج روعه، يليها بيتزا تايم على فكره التوبينج بتاعه كويس جدا، يليه بيتزا كينج تمام. كتوبينج كعجينه هنبدا ببيتزا ماستر، بعديها مش عارف والله. ممكن العجينه بتاعت بيتزا كينج كانت رفيعه وكويسه صراحه، بس العجينه بتاعت بيتزا ماستر كانت فعلا هي حلوه، هي فعلا كويسه جدا. هو عاوز يظبط بس التوبينج بتاعه هيبقى روعه بجد يعني. بس قبل ما نقفل الفيديو لايك شير سبسكرايب في القناه برضه. يعني انت كان نفسك تقول مخوفات دلوقتي تقول ماشي، افتكرتها قلت اقولها. قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش ان المخوفات يبقى نسينا. شوفوا لايك وشير سبسكرايب. ايوه لايك وشير سبسكرايب اكيد. اشوفكم في فيديو جديد. سلام يا عم، احنا عرف. سلام. حاضر. الحته دي كلها شفتها اصلا غالبا كده.